السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ بجد بشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في قناتي. بشكركم بجد بجد، وربنا يفرحكم كده زي ما بتفرحوني، وبلاقي قناتي بتكبر باحلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. ولو اول مره طبعا تشوفوا القناه، يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وطبعا تدعموا اختكم باحلى لايك من احلى اخوات. نخش بقى كده على الفيديو الجميل بتاعنا. اخيرا يحيى وعدنا وفعلا صور ونزل كده فيديوهات على القناه بتاعته. طبعا يحيى كان بيقعد كتير جدا جدا عقبال ما بينزل فيديو على القناه بتاعته، بس هو من ساعه ما سافر دبي عند محمد، وهو لا يعني نزل كده في فترة قياسية صغيرة ان هو نزل فيديوهين كده ورا بعض. طبعا الفيديو دوت كان تحدي، ان هو يفضل سهران بتالين، وينيمها بقى، يقعد بيها بقى، يأكلها، يغير لها، ينيمها. طبعا هي بتطلع عينيهم في النوم، لان تالين بتقوم متأخر من النوم فبتنام بالتالي برضو متأخر. فكان عامل تحدي، محمد كان بيقوله على التحدي دوت انك تفضل سهران بقى بتالين، شوفها تعرف تنيمها، تأكلها، تشربها، تغير لها، وتفضل ايه سهران بيها. ففعلا كان يحيى قد التحدي والله وبرافو عليه. يعني احنا قلنا لا، يحيى مش هيبقى عنده خلق بقى للعيال الصغيرة ومش هيكمل في التحدي وهينسحب من التحدي، بس لا، كمل. وتوتا القمر بقى انسجمت معاه، وكانت قاعده بتضحك وتهزر، وقاعد طبعا بيفرجها على على افلام بقى على اللابتوب وعلى التليفون. هو طبعا كل ده غلط عشان هي طفله صغيره، بس طبعا هو كان يحيى عايز يقضي اليوم بتاعه وان هي ما تزهقش ويقعد يسليها. بس حلو قوي الفيديو اللي هو عمله بصراحة يحيى، كان جميل. وكانت السهرة ممتعة بقى مع تالين، بس ما كانش عايز يغير لها كان عايز محمد هو اللي يغير لها، راح صحاه عشان خاطر يغير لها. طبعا ايه، هو اكيد طبعا يعني المقلب، قصدي التحدي، اخدين لقطات كده مختلفة، لان كان يحيى مغير هدومه في جميع الفيديو اللي هو بيصوره. كان لابس مرة تيشيرت اسود ومرة تيشيرت ابيض. فهم طبعا اخدين الشوتات ديت كدهوت على كذا جزء. يعني طبعا هي استحالة تالين تنام بعيد عن مامتها او عن محمد كمان، لان هي تالين مرتبطة جدا بمحمد، وهو اكتر حاجة بينيمها طبعا عشان الاء تعبانة وبتاخد علاج بينيمها ومع الحمل وكده. فتالين بتسهر دايما وبتنام متأخر، فمحمد تلاقيه على طول هو اللي سهران بتالين. فيعني ممكن انا بقول اكيد طبعا اخدين الشتات ديت كده هوت في وقت كده هوت ايه مختلف. طبعا احنا ما كناش شايفين الساعة بالظبط ايه، بس يحيى يعمل فيديو زي كده هوت ويوافق كده بالتحدي، حلو مش وحش. يعني هما الاتنين كانوا بيعملوا فيديوهات كده هوت ايه جميلة مع توتا القمر العسل دي. وطبعا يحيى المفاجأة اللي هو كان عاملها لهم، عامل لهم تحدي. آلاء كسبت 5 دقايق ومحمد كسب 6 دقايق، اللي هم يروحوا يجيبوا اللي هم عايزينه من القرية العالمية. عايزة اقول لكم بيقولوا هم القرية العالمية ديت جميلة جميلة جدا، لان فيها جوه كذا بلد. يعني فيها تركيا، تونس، العراق، ليبيا، مصر، عارفين كده، السعودية، عارفين فيها حتت يعني زي البلاد بقى كده 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 كده. فيها أماكن كتيرة جدا، فمن كل بلد هتلاقي المنتجات بتاعتها جوه في قلب القرية العالمية دي. فطبعا يعني هو كان عامل كده يعني زي ما يكون تحدي، بس هو كان ايه نوع من الدعابة يعني كده، او نوع اللي هو يعمل فيديو كده هو دمه خفيف ولذيذ ولطيف. طبعا آلاء جابت اللي هو المحار اللي بالرز دوت، هي بتقول بتحبه على طول، كل لما بتيجي بتحب تاكله. بس هما ما ينفعهمش العينات ديت كمان، خصوصا مع محمد بيقول لهم ايه رحتوا جبتوا برجر وجبت لي عينات. والراجل اللي هو برضو هناك السوري دوت كده، او مش عارفه تركي ولا ايه، كان بيعمل معاهم شو كده بالايس كريم، كان جميل قوي برضو. حاطه لكم اللقطه بتاعته، كان حلوه كفسحه كده، كانت لطيفه. طبعا هو يحيى عندهم وبيفسحوه بقى، وبيقول اول مره يروح القريه العالميه ديت. طبعا هو يحيى قاعد فتره كده هوت مع محمد. طبعا بقى اكيد انتوا عارفين ان هناك في شغل بتاعهم، فطبعا اكيد يحيى من وقت للتاني بيروح يظبط برضو كده هو، بيمشي على حاجة، بيشوف حاجة. طبعا هما مش قايلين بالظبط طبيعة
الاستثمار بتاعهم هناك. هيناك ايه، بس هو طبعا من الواضح ان هي عقارات طبعا اكيد. زيهم، لان هم البيزنس دوت فيه كلهم مع بعضيهم. فاكرين قبل كده ما كان حمدي بيقول ده هو مثلث، وكل ضلع هيبقى في بلد، ضلع في تركيا، ودرع في الامارات، ودلع في مصر. فما شاء الله ربنا يكرمهم ويوسع عليهم يا رب، ويرزق كل من كان. فعشان كده بقى هو بتلاقوا يحيى كده من وقت للتاني بيروح برضو دبي، وبيقعد شوية كده مع محمد يظبط اموره يعني في الشغل، ومنها فسحة برضو وكده. واول مرة طبعا هو يروح القرية 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 العالمية هناك ديت. فكانوا بيفسحوا بقى، وبعد كده راحوا بقى اكلوا المكان في المكان المفضل بتاعهم. بس احنا بنقوله بقى والله يا ريت يا محمد لو هتعمل عيد ميلاد لآلاء تعمله لها ويحيى موجود معاكم. هيبقى برضو في ونس كده وبهجة، زي ما محمد بيقول له والله انت جيت نورتنا ومليت علينا البيت. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه برضو الغربه مش بالساهل، ان هم كده متغربين في بلد لوحديهم مفيش اهلهم جنبهم، تحسوا برضو بزهق بملل. مهما يكون هناك ليك صحاب او ليك معارف او كده، بس برضو مش زي اهلك اللي انت تبقى قاعد معاهم براحتك وعلى راحتك في الكلام، وفي المناسبات يحضروا معاك، في بقى زيارات انت بتروح لهم هما بيجولك، بيبقوا مالين برضو عليك البيت. خصوصا اللي محمد كان على طول عند الحاج والحاجة، هما عنده حسن، عنده هو عند حسن، عند محمود، عند فاهمين. هما كانوا ما شاء الله هنا هوت في مصر كانوا كلهم جنب بعض. فتحس برضو محمد حس برضو لما راح هناك بقى كده، فبقى لوحده يعني مفيش مثلا زيارات لحد او حد بيزوره. فبيقول لي يحيى انت احلى حاجة عملتها اللي انت جيت، والله مليت علينا البيت. طبعا اكيد طبعا ونس اخوه برضو فاهمين. لما يبقى حد عندك كده وانت كمان مرتاح له وبتحبه، تخرج معاه تتفسح معاه تلاقي حد تتكلم معاه، غير مثلا بقى هو وآلاء كده في الروتين بتاعهم كل يوم اللي هم بيعملوه بقى اكل شرب، وخرجوا اشتروا حاجه، راحوا اتفسحوا في حاجه، راحوا اتمشوا، او قاعدين في البيت بيتفرجوا على فيلم. فاهمين انتوا ازاي الكلام دوت كده. فبجد والله يعني على رأي الحاجة سعدية ما كانت بتقول، يعني هي بتحب اللمة. يعني ربنا يجمعكم كده على خير يا رب، وتبقى لمتكم كده تديم كده على بعض مع بعضيكم. وطبعا في طلب كتير من المتابعين بيطلبوه منهم ان هم ينزلوا يقضوا رمضان في مصر. والله فعلا يا ريت تبقى لمتهم كده مع بعضيهم وينزلوا. حمدي برضو يا ريت يعرف ينزل. فطبعا دوت طلب من المتابعين ان هم عايزين برضو اللمة بتاعت السنة اللي فاتت كده بتاعت رمضان، عايزين حمدي ينزل ويتلم برضو كده هو واخواته عند الحاج والحاجة. وعايزين برضو محمد ينزل هو وآلاء ويتلموا بقى برضو كده مع بعضيهم. فيا ريت يا ريت والله، بس مش عارفين بقى رمضان السنة دي برضو جاي في المدارس، فمش عارفين حمدي هيعرف ينزل عشان الأولاد في المدرسة. مش عارفين يعني ممكن يقدر ينزل كده ان شاء الله لو اسبوع في رمضان مثلا ولا حاجة يقضيه كده مع اهله ولا لا. وخصوصا كمان اللي برضو وفاء حامل وخلاص قربت تولد يعني على وش ولادة. ف عفوا. فمش عارفين بقى فعلا ايه، بس دوت طلب المتابعين. يعني في متابعين كتيرة طالبين من محمد وحمدي ان هم ينزلوا مصر ويقضوا كده ايه رمضان مع الحاج والحاجة. واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوتهم وبنقولوا يا ريت والله تبقى اللمة حلوة قوي كده في رمضان، وهيعملوا فيديوهات جميلة كده ولمة العيلة، وفعلا يطمنوا على الحاج والحاجة. لان بجد دولت اكتر ناس بيبقوا متأثرين يا جماعة بسفر اولادهم. يعني مش بالساهل كده اللي هم غربة العيال كده تبقى بعيدة عنهم بعد ما كانوا كلهم ملمومين حوالين منهم وجنب منهم وقريبين. يعني كان محمد طول النهار رايح جاي عليهم هو وحسن هو ومحمود. ف ربنا يجمعهم كده على خير ان شاء الله، ويا رب نشوفهم فعلا في رمضان متجمعين كده كلهم مع بعضيهم ان شاء الله على خير. وبنقول لك جميلة الفيديوهات اللي انت بتعملها يا دكتور يحيى، ومزيد من الفيديوهات. انت وعدت ولازم توفي، وفيت بأول فيديو. مستنيين بقى المفاجآت اللي انت كنت قايل عليها طبعا، ومستنيين الفيديو اكيد بتاع عيد ميلاد آلاء والمفاجأة اللي محمد قال لنا عليها. طبعا دوت كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم.
وما تنسوش طبعا اللايك اهم حاجة، عشان في ناس بتتفرج كده اهوت على الفيديو كله وبتنسى تحط اللايك الجميلة. اللايك دوت كده انتوا بتدعموني ان قناتي والفيديوهات بتاعتي تنتشر وتتشاف بشكل اكتر. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة، سلام.